عمرك جربت تحس بالموت وانت عايش؟ مش الموت اللي هو توقف قلب، انا بتكلم عن اللحظه اللي تحس فيها انك طلعت بره جسمك وشايف نفسك من بعيد، شايف كل اللي حصل، كل الذكريات، كل الناس اللي عديت عليهم، كل الذنوب اللي انت افتكرت انها اتنسى. تخيل تبص في مرايه بس بدل ما تشوف شكلك بتشوف ماضيك، بتشوف كمان مخاوفك، بتشوف الوحش اللي جواك من زمان وانت عامل نفسك مش شايف. في ماده واحده بس ممكن تخليك تعيش ده كله في دقايق، اسمها الدي ام تي، وحبايه صغيره منها كانت كفيله انها تفتح كل ده قدام الدكتور يحيى في فيلم الفيل الازرق. الفيديو ده مش هنتكلم عن فيلم رعب، احنا هنتكلم عن تجربه نفسيه خارجه عن السيطره، رحله جوه العقل، بس العقل كان مكسور. الحكاية مش بس ان في دكتور اسمه يحيى بياخد حباية، الحكاية ان البني ادم كان على وشك الانهيار النفسي، ولما جات له فرصة يهرب قرر يواجه. الدي ام تي هي مادة حقيقية فعلا، مش اختراع سينمائي، موجودة في نباتات في غابات الامازون، وبيتم استخدامها في طقوس دينية اسمها ايهوسكا، واللي بيشربها بيمر بتجربة نفسية وروحية ممكن تغيره للابد. الناس بتوصف الاحساس ده كانه حلم، بس في الحقيقة ده مش حلم، ده اعمق من اي حلم، لانك بتبقى واعي وشايف وحاسس بس عاجز عن التحكم. علميا الدي ام تي بتشتغل على مستقبلات السيروتونين في المخ، وده بيخلي الدماغ يدخل في حاله اسمها الوعي المضاعف او الوعي الزائد. مش بس بتخليك تشوف الالوان او تشوف صور مش حقيقيه، ده بيخليك تدخل على ملفات العقل الباطن وتشوف ذكرياتك وتشوف كمان خطاياك وتشوف اللي مخك حابب ينساه. في كتير من الاحيان بنشوف كائنات غريبه، ناس قالت انها شافت كيانات نورانيه، ناس تانية قالت انها شافت شياطين، بس الكل اتفق ان اللي شافوه ما يتوصفش. الفيلم الدكتور يحيى بياخد الحبايه، ومجرد ما بياخدها احساسك كمشاهد بيتغير، الاضاءه بتتحول، الصوت بيتشوه، الكاميرا بتدوخك، وانت بتبدا بتحس انك مش بتتفرج على شخص بيهلوس، انت بتتفرج على شخص بيغوص في نفسه وبيكتشف حاجات كانت مستخبيه من زمان. واحده من اقوى المشاهد كانت لحظه مواجهه يحيى مع نائل، الشخصية دي اللي المفروض تمثل كيان خارجي، لكن الحقيقة انها بتمثل ظل العقل، الجزء اللي جوانا كلنا اللي احنا بنكرهه بس عمره ما بيختفي. الفيلم اتقدم لك على انه فيلم رعب نفسي، بس هو اعمق من كده بكتير. الرعب الحقيقي مش انك تشوف جن، الرعب الحقيقي انك تقابل النسخة التانية منك اللي فيها الغلط، فيها الضعف وفيها الذنب وفيها الكره وفيها كمان الحزن، النسخه اللي هربت منها طول حياتك، وكل ده بيطلع على السطح في لحظه بسبب حبايه صغيره. واحد قال انه شاف نفسه بيتحلل قدام عينيه كأن شايف روحه وهي بتخرج من جسمه، واحده قالت انها شافت كل ذكريات الطفوله بتاعتها من اول لحظه ولدت فيها وكانها بتتفرج على فيلم حياتها، وناس كتير شافوا كيانات قالوا انها بتحاول تعلمهم او تختبرهم. التجربه كانت مرعبه للبعض ومقدسه للبعض التاني، لكن الكل خرج منها مختلف. الفيل الازرق مش بس بيحكي قصه مخدر، هو بيقدم لك مرايه، كل واحد بيشوف الفيلم بيشوف فيه نفسه بطريقه معينه. ممكن تشوف نفسك في يحيى اللي خايف يواجه، او في شريف اللي استسلم للذل، او في العقل نفسه اللي دايما بيدفن وبيخبي بس عمره ما بينسى. الحبايه هنا مش علاج، الحبايه هنا كانت اختبار، هتقدر تشوف كل حاجه ولا هتهرب؟ الفيلم بيطرح سؤال مهم جدا، هل احنا نقدر نثق في عقلنا؟ الإجابة اللي بيقدمها الفيلم لا، عقلك ممكن يكون حليفك وممكن أكتر يكون عدوك، وده بيبان في طريقة تصوير الفيلم بعد الحباية. في مشاهد مش عارفين إذا كانت هلوسة ولا حقيقية، في شخصيات بتظهر وبتختفي، في تصرفات غريبة بس منطقية بالنسبة له. الواقع اختلط بالخيال والحقيقة اتحولت لسؤال مش إجابة. اللي خلى تجربة يحيى مخيفة مش بس الصور اللي شافها ولا الأصوات اللي سمعها، اللي خلى التجربة دي مرعبة فعلا هو إنه كان واعي طول الوقت. تخيل تكون جوه كابوس بس مش نايم، انت صاحي وشايف ومدرك بس عاجز. دي ام تي مش بس بتغيبك، دي بتعيشك الواقع من زاوية تانية، بتخلي وعيك هو اللي يعذبك، وكل ما حاولت تهرب تلاقي نفسك راجع لنقطة واحدة، الماضي اللي عمرك ما واجهته. في مشاهد كتيرة في الفيلم تحس يحيى بيحاول يسيطر، عايز يفهم هو فين، ايه اللي بيحصل، بس كل ما يمسك طرف الخيط العقل بيقطعه تاني. ودي نقطة مهمة جدا، العقل البشري عنده وهم السيطرة، بس الحقيقة انت مش المتحكم، انت مجرد راكب في عربية ماشية بسرعة والمخ هو اللي سايق، واحيانا الطريق بيودي لمكان مظلم جدا وما نعرفش اخرته رايحة لفين. في شخصية نائل المريض اللي بيحقق مع يحيى كان واضح ان في قوة غريبة بتتحكم فيه، لكن السؤال الحقيقي مش ايه الكيان ده، السؤال هو هل ده كيان خارجي ولا هو مجرد جزء من نفس يحيى. كتير من علماء النفس بيقولوا ان الهلوسه مش دايما حاجه خارجه، احيانا بتكون صوت داخلي عالي نبرته فجاه. كل انسان جواه جانب مظلم، لكن قليل اللي بيشوفه واقل كمان اللي بيعترف انه موجود. الدي ام تي موجوده بشكل طبيعي جوه جسمك، وبيفرزها المخ بنسبه صغيره جدا اثناء النوم او لحظه الموت. يعني الحبايه اللي خدها يحيى ما كانتش حاجه من بره، هي كانت مجرد زرار بيشغل اللي اصلا موجود جواه. وده اخطر نقطه، اللي شافه مش جاي من الحبايه، اللي شافه جاي من جواه،
ودي تجربة ناس حقيقية أكدوا إنها مش بس بصرية، دي عاطفية وروحية ومؤلمة بعمق. اللي بيشوف البطل جوه التجربة بيأكد حاجة واحدة بس: العقل مش دايما آمن، في لحظة ممكن يبقى هو الجلاد وانت الضحية. الماضي بيرجع والألم بيطلع والندم بيفتح بقه وبيصرخ فيك. فيلم الفيل الأزرق بيورينا ده بوضوح. كل مشهد هلوسي كان عبارة عن مرآة ليحيى، بس المراية كانت مكسورة وكل كسر فيها بيحكي حكاية. في لحظة يحيى بيسأل نفسه: هو أنا فعلا اللي كنت فاكره، ولا ده مجرد قناع لبسته علشان أكمل في الدنيا دي؟ الهوية والوعي والذاكرة كل ده بيتفك قدامك وانت جوه التجربة. ناس كتير وصفوا تجربتهم مع دي ام تي بانها خلتهم يفقدوا الاحساس بالزمن اصلا وبالجسد وحتى بالانا. والمخيف ان اغلبهم قالوا انهم حسوا انهم شافوا الحقيقة وما كانتش حلوة. السؤال اللي الفيلم بيطرحه من تحت لتحت هو: هل مواجهة النفس ممكن تبقى نوع من العلاج ولا طريقة اسرع للانهيار؟ علم النفس بيقول ان المواجهة مطلوب، بس مش دايما الشخص مستعد ليها، ويمكن ده اللي حصل مع يحيى. هو اخد الحبايه قبل ما يبقى جاهز، فشاف اللي مش مستعد يشوفه ودفع ثمن ده. الحبايه هنا مش بس دي ام تي، الحبايه دي كانت رمز لاي حاجه تقدر تفتح لك باب جواك. هو موقف صادم، او فقدان حد بتحبه، او حتى خيانه، او حتى لحظه هدوء خطفتك من كل اللي حواليك. كلنا في وقت من الاوقات اتفتح الباب وشفنا حاجه ما كناش مستعدين ليها، وفيلم الفيل الازرق قدر يخلي نحس بالحاجه دي من غير ما ناخد اي حبايه. اكتر سؤال محير اي حد بيتفرج على الفيلم هو: اللي شافه يحيى كان حقيقي ولا مجرد هلوسه من تاثير الحبايه؟ الجواب مش سهل، لان الحبايه نفسها بتوريك خيالات بالمفهوم البسيط. هي بتوريك حاجات انت اصلا بتحسها بس عمرك ما قدرت تشوفها. يعني لما يحيى شاف نائل وشاف علاقته بنسرين وشاف اللحظات اللي كان بيهرب منها، كل ده مش جاي من بره، ده طلع من جواه اصلا. فلو هتسال ده حقيقي، الاجابه هقول لك اه. هل هو حقيقي بنسبه 100%؟ برضه هقول لك اه، بس مش في العالم اللي حوالينا، في العالم اللي جوانا. اللي حصل ليحيى شبيه جدا بجلسه علاج نفسي، بس من غير معالج ومن غير تحكم ومن غير كمان توقف. دي ام تي بتجبرك تبص للملفات اللي قفلتها من سنين، وبتفتح درج الذكريات وبتقرا اللي انت كنت حابب تنساه. في العادات النفسيه المريض النفسي بيقعد شهور يحكي عشان يوصل لحقيقه مشاعره، اما في التجربه دي انت بتدخل غصب عنك والمخ هو اللي بيحكي. بس المشكله ان ممكن يحكي اكتر من اللازم. ماده الدي ام تي مصنفه ضمن الممنوعات من الفئه الاولى في اغلب الدول، وده لانها بتسيب تغير جذري في الوعي، بتخلي الانسان يفقد الاحساس بالزمن والمكان، ممكن تؤدي لانفصال دائم عن الواقع عند بعض الناس. بس في نفس الوقت في تجربه بحثيه جديده في امريكا وكندا بتحاول تستخدم الدي ام تي في علاج الاكتئاب والبي تي اس دي، اضطراب ما بعد الصدمه. يعني هي خطيره بس فيها وعد، وهو ده اللي خلى المخرج مروان حامد يستخدمها كمفتاح للحبكه، مش علشان يخوفك لكن علشان تسال. لو ركزت في طريقه تصوير الفيلم هتلاقي ان في فرق ضخم بين قبل الحبايه وبعدها. الالوان بتتغير، الاضاءه بتبقى اقسى، الكاميرا بتتهز، حتى صوت التنفس بيتضخم. كل التفاصيل دي كانت مقصوده، مش علشان يعملوا فيلم رعب لكن علشان يحطوك جوه دماغ يحيى. انت ما بقتش مشاهد، انت بقيت حاله، وكل ما بتغوص كل ما بتحس بالخطر، بس برضه بتحس انك لازم تكمل. ودي العبقريه، انك تتفرج وتحس انك انت اللي جوه التجربه. ناس كتير بعد الفيلم ركزوا على الحبايه ذات نفسها، بس الحقيقه الحبايه كانت مجرد وسيله. الهدف الحقيقي للفيلم مش الماده ولا حتى الجريمه، الهدف هو العقل. العقل لما بيفقد السيطره، والعقل لما بيخونك، والعقل لما يواجهك بحقيقه نفسك. وده اللي الفيلم نجح فيه، انه يسيبك بعد ما تخلص وانت مش مرتاح، مش لان النهايه مخيفه لكن لان بدات تبص جوه نفسك وتسال: هو انا لو خدت الحبايه هشوف ايه؟ الفيل الازرق مش مجرد فيلم بتتفرج عليه، ده فيلم بيتفرج عليك. كل لحظه فيها بتسال: انت عامل ازاي؟ انت هتهرب ولا هتواجه؟ يحيى ما كانش بيدور على جريمه يحلها، كان بيدور على نفسه اللي ضاعت. والسؤال الحقيقي اللي الفيلم بيحطه قدامك هو: لو لقيت نفسك في لحظه وكنت ابعد ما يكون عن اللي كنت فاكره عليه، هتقبل ولا هتنهار؟ اللي شافوا الفيلم وخرجوا يقولوا ده حلو او ده غريب ما كانوش فاهمين ان الفيلم ده مش معمول علشان يفهم، الفيلم معمول علشان يتعاد. كلنا بنحب نصدق ان عقلنا هو اللي بيحمينا، بس الحقيقه في ناس كتيره محتجزين جوه عقلهم، ناس عندهم ذكريات مش عارفه تتخلص منها، ناس شايفه حاجات مش بيصدقوها او بيحاولوا ينسوها بس الدماغ مش بتسيبهم. وده بالظبط اللي حصل في رحله يحيى. هو ما دخلش مكان جديد، هو اتسجن في مكان هو اللي بناه جواه، مكان مليان شك وذنب وخوف. وده بيخلي السؤال الاخير مرعب اكتر من اي حاجه في الفيلم: لو العقل هو السجن، فين المفتاح؟
ولو ما كانش فيه باب للهروب من الاول، ولا هو ما كانش فيه باب للهروب من الاول؟ احنا طول عمرنا بنفتكر ان الوحوش جايه من بره، كائنات، شياطين، ارواح، بس في الحقيقه اخطر وحش ممكن يقابلك هو الوحش اللي عقلك اخترعه بايده. في الفيل الازرق الكائن اللي كان مسيطر على نائل مش جاي من عالم تاني، ده ناتج من تراكمات نفسيه ورغبات دفينه والم ما تواجهش. نائل مش مسكون، نائل كان مكسور. والمؤلم في رحلة يحيى انه اكتشف ان الوحوش اللي جوه نائل هي نفسها موجودة جواه هو كمان، بس في صورة تانية، في موقف تاني، في ذكرى كان بيهرب منها. وده اللي بيخلي الفيلم عبقري، مش بيخوفك من الخارج، هو بيخوفك من جواك انت. تخيل ان مخك هو اللي بيرسم الكابوس او بيعيشك جواه وبيقنعك انك ضحيه، رغم انك انت اللي بدات كل حاجه. كتير من الناس اللي جربوا دي ام تي وصفوا انهم شافوا كائنات مرعبه وغريبه وفيها عقل وكانها بتكلمهم، لكن لما ترجع تحلل ده تكتشف ان دي مش كائنات، دي اسقاطات نفسيه لحاجات هم نفسهم مدفونين فيها، زي الغضب والذنب والخوف والندم. كل شعور مكبوت ممكن يتحول جوه التجربه لمخلوق بيمشي وبيتكلم وبيرعبك، بس مش علشان يدمرك، لا، علشان يقول لك انا هنا. وده بيخلينا نرجع للسؤال الاصلي، لما تواجه الوحوش دي هل هتقدر تعيش بعدها طبيعي، ولا هتبقى زي نائل فاقد السيطره؟ الفرق بين يحيى ونائل مش في الحبايه، الفرق ان واحد واجه والتاني استسلم، واحد استخدم التجربه عشان يفهم والتاني استخدمها علشان يهرب. وده دايما بيكون الخط الفاصل في رحله اي عقل. حتى الواحد بيبقى فاكر انه بيهرب، بس هو في الحقيقه بيجري ناحيه الحاجه اللي هتواجهه. والفيلم بيقول لنا ان المواجهه دي حتميه، هتيجي سواء دلوقتي او بعدين. تقرر تفتح الدرج اللي متخزن فيه كل حاجه. فقبل ما تقول انا عايز اجرب، اسال نفسك هل انت فعلا مستعد تشوف اللي جواك؟ لان الحقيقه مش الكل بيطلع منها سليم. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وقول لي رايك التحليلي للفيلم في الكومنتات. بس كده، سلام عليكم.